النهارده الحلقه معموله على ارتخاء وارتجاع الصمام المترولي. كيف حدث وكيف يحدث بانتظام. كيف حدث وكيف يحدث بانتظام. حلقه من اجمد ما يمكن. فشيخه. القلب بيضخ الدم للرجلين، للايدين، للدماغ. حلو الكلام؟ حلو. والدم عشان يلف تاني يبقى لازم يرجع، فبيرجع في الازرق ده في البطن، يعدي على الصدر ويرجع يصب في القلب، والقلب يرجع يضخ تاني في الايدين وفي الدماغ وفي الرجلين. يعني دي الدورة الدموية العادية اللي احنا عارفينها، صح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلو الكلام؟ حلو. احنا بقى زمان كنا بنيجي نقول ايه بقى؟ ان القرد ده عامل في بطنه هنا منطقة ضغط عالي، بس احنا هنقول ايه؟ هنقول كلام تاني بقى النهارده. احنا عايزين نعرف القلب ده بيستقبل ويضخ، بيستقبل ويضخ، يعني بيجي له من كل الجسم، بيلم عليه وبيضخ تاني، فاهم؟ فمعنى كده ان القلب ده في حركة بتحصل. القلب اهو، ركز بقى معايا، احنا ده يمين وده شمال عشان تبقى انت بس مركز. ما دي ايدي اليمين اهي ودي ايدي الشمال اهي، او قصدي ودي ايدي الشمال اهي، يبقى ايدي اليمين اللي فيها الساعه دي الناحيه اليمين. ركز بيحصل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الدم هيرجع لي من الجسم، يعني بعد الدم انا بستخدم بقى ايدي ورجلي ودماغي ومش عارف ايه، فالدم يلم ويتوجه على القلب هنا. يبقى ايه؟ يبقى الدم هيتلم من كل اجزاء الجسم. شفت الكلام؟ والله كلام يعني كلام حكم، انت فاهم؟ فالدم هيتلم من كل حته في الجسم. حلو الكلام؟ حلو. هيتلم فين؟ هيتلم هنا اهو، وبعدين يروح فين؟ وبعدين يروح هنا اهو. انا كده في الناحيه اليمين برضو، يبقى ده اذين ايمن وده بطين ايمن. خدت الدم وقمت صبه فين؟ صبه في الرئه. قامت الرئه واخده ثاني اكسيد الكربون ومعبياه، وخدت منه شويه ميه ومعبياه اكسجين اهو. الدم رجع فين؟ رجع على القلب. القلب خد منه الدم والدم رده على الجسم. يبقى احنا الناحيه الشمال، يبقى الناحيه الشمال استلمت الدم اللي فيه اكسجين من الرئه، وقامت منزلاه على البطين الايسر، ما انا شمال اهو، وضخيت ده على الجسم. يبقى الدم اللي هيتضخ على الجسم طالع من البطين الايسر. الدم اللي هيتضخ على الجسم طالع من البطين الايسر، وانا مستقبله من الرئه. يبقى دي الناحيه الشمال. حلو. هضخه في ايه؟ هضخه في الاورطه، ومن الاورطه على الجسم الجميل ده. حلو الكلام؟ حلو. يبقى من الرئه على الاذين على المترالي، ده صمام. بص انت لو شلت بص شكله شبه القناع. بص القناع عامل ازاي؟ العين الشمال دي اسمها مترالي، والعين اليمين ده اسمه ثلاثي ثلاثي الكاسبس. ماشي؟ المهم ده هيصب على الرئه، والرئه تاكسجه وتقوم مرجعاه على ده، وده يصبه في الجسم والجسم يرجعه كده. بس ركز بقى هنا، الدم اللي جاي من الجسم دم جاي من الكبد. ماشي؟ دم فيه كل حاجه، بس ناقص له تاتش واحد، الاكسجين. هياخده منين؟ من الرئه. حلو الكلام؟ ما انا هبعته على الرئه ياخد الاكسجين ويرجع. يبقى الدم ده دم غني جدا. الدم ده جاي من الكبد. يعني الدم يا باشا اللي رايح على القلب، الدم راجع على القلب. القلب خده ضخه على، قصدي راجع من الجسم اهو. الدم ده دم كبدي. الدم ده دم كبدي اهو. عبى طلع وريد كبدي مليان سكر واسيتون واتش دي ال راح فين بقى ده؟ راح فين؟ راح على الرئه. يبقى الدم، ركز بقى في البق ده، الدم اللي رايح لاتجاه الرئوي اللي هو يمين القلب، اللي لسه خارج بايه؟ من الكلى،
ولسه طالع من الكبد، يعني متحمل بكل الخيرات بالمعنى الحرفي. ركز في الكلمه دي يعني ايه. بص 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 بص، ارجع تاني للرسمه. بص شوف الرسمه عامله ازاي. بص اهو، القلب استقبل الدم بتاع الكبد منه على الرئه. الرئه ناقص له تاتش واحد بس، ده الدم ده متغذي مليان ايه؟ ال دي ال، سكر، اسيتون، اتش دي ال، والبومين كمان. ها، جاي من الكبد اهو. يبقى جاي من الكبد وجاي من الكلى، دم كلوي ودم كبدي، وبتصبه في القلب، القلب على الرئه. حلو. والرئه قامت مرجعاه هنا، والناحيه الشمال. الشمال بقى بتعمل ايه؟ بتلم الدم اللي راجع من الرئه وتوجهه على الجسم. الناحيه اليمين فيها ايه بقى؟ فيها دم جاي من الكبد ودم رايح على الرئه، دم من الكبد على الرئه. احفظها كده. حلو الكلام؟ حلو. الدم اللي رايح الاتجاه الرئوي، دم لسه خارج من الكلى، لسه طالع من الكبد، يعني متحمل كل الخيرات بالمعنى الحرفي. يعني ايه دم كبدي يا باشا؟ ركز بقى معايا. دم كبدي يعني متصفي مره من السموم، ادي مره، ما هو كبد، ومليان سكر، اسيتون، ال دي ال، اتش دي ال، دهون، يوريا، البومين. صح؟ باكوره انتاج الكبد، ومتحمل لمف. ما ده الدم يا باشا اللي الهارت هيزقه في الرئه اهو. الليمف كمان جاي له متحمل ايه بقى؟ الكايلو مايكرونز، لم تلمس، باكوره انتاج خلايا الامعاء. الكايلو مايكرونز، الاب الروحي، الجاد فاذر بتاع ال دي ال والاتش دي ال، المصنع الاصلي اللي عامل كريات اللايبوبروتينز اسمها ال دي ال. يعني ال دي ال واتش دي ال من الكبد، وكايلو مايكرونز طالعه من خلايا الامعاء، متعبيه فيتامين الف والدال والاي والكي، الادك. كل دول موجودين فين؟ رايح على الرئه. يبقى الدم اللي رايح الرئه دم اصيل من الكبد، وليمف طالع من عند الامعاء. يبقى انا عندي ليمف وعندي طب ده دم الكبد. طب وفي ايه تاني يا باشا؟ نسيت اكتب لك. وفي هرمونات الامعاء، هتلاقي منه جلوكاجون، انسولين، سيروتونين، جاسترين، جي ال بي 1، كوليسيستوكاينين، سكريتين، سوماتوستاتينز. كل دول طالعين من امعائي دلوقتي حالا. 1% من خلايا امعائي بس بتطلع سيروتونين. 1% من خلايا بنكرياسي بتطلع انسولين جلوكاجون وبي واي بي 1. ده هرمونات يا باشا. كل دول طالعين من عندي دلوقتي هرمونات. ده غير انزيمات متسربه. هضمت الدهون بلايبيز، بقيه اللايبيز طلع على الكبد. لايبيز، اميليز يطلعوا على الكبد ويطلعوا منه على الدوره الدمويه العاديه. يبقى انزيمات متسربه، امونيا متسربه من بس الامونيا مش هتطلع كتير في الدم العادي بتاع الكبد. ليه؟ الامونيا هتبقى يوريا. الامونيا هتبقى يوريا، والبيروفيك واللاكتيك هيبقوا جلوكوز. يبقى المفروض ما يبقاش فيه حموضه في الدم، ما يبقاش فيه غير سكر واسيتون. دول التصنيع بتاعي، سكر، اسيتون، يوريا. وعشان كده الاسيتون ما بيتشافش. ليه؟ مين اللي بياكله اول واحد؟ الرئه. وليه الكايلو مايكرونز ما بنشوفهاش يا دكتور في الدم؟ لان بتتاكل. فشوف الريمننت اللي فاضل منها. يعني مين اللي كلها في الاول؟ اللنج، الرئه. يبقى الرئه كانت ال دي ال طازه، البومين طازه، اتش دي ال طازه، كايلو مايكرونز طازه، فيتامينات الالف والدال والاي والكي طازه. كل حاجتي واصلالي. انا رقم واحد، براند نيو. بستخدم اللي بستخدم منه، على ان الرئه ما ينفعش تعطل. وهتعرف بتعطل ازاي دلوقتي. الرئه ما ينفعش تعطل. الدم راح خد الاكسجين ولف عشان يتوزع على بقيه الجسم. بس خلي بالك، مين اللي كال الاول؟ المعلم اللي كال وايضك قدام الاكسجين، الرئه. يبقى الرئه كالت، خدت اتاوتها، كالت يعني الفيرست نايت بقى. اعتبر انها مسيطره. السيروتونين ليه وظائف كتيره بقى. ما هو بيعدي على الدماغ دلوقتي يا ابني. مش هيعدي على الدماغ دلوقتي السيروتونين، وهيعدي على القلب. مش ليه مستقبلات هناك بيشتغل بقى
على دماغك يشتغل، على نفسيتك يشتغل ناقل عصبي يشتغل على القلب ويعمل فيه رجفه يشتغل. حلو الكلام. طب الدم الكلوي، طب ده دم رئه معوي كبدي. طب والدم بقى الرئوي، بص الدم قصدي الكلوي، بص الدم الكلوي. يبقى انا كرئه هستقبل دم كلوي متصفي مره من الميه ومليان فيتامين دي، كورتيزول، ادرينالين ونور ادرينالين والسكس هرمونز. الله، ايه يا باشا اللي بتقوله ده؟ ايوه يا باشا، ما الدم الكلوي متغذي من الكظريه، ما الكظريه والكلويه غدتين لازقين في بعض بوريد واحد وشريان واحد. تاني ركز معايا. الكلويه وفوقيها الكظريه ليها شريان واحد ووريد واحد، فاحنا غده واحده. انا غده قنويه بفرز بول، ودي كظريه بتفرز هرمونات. طب الراجع مني في كورتيزون، الدوستيرون، ادرينالين، نور ادرينالين وسكس هرمونز، وايه تاني؟ واريثروبايوتين، يعني هرمون اللي هيشجع نخاع العظم على تفعيل شغل كرات الدم الحمراء، وفيتامين د هعمل له اكتيفيشن. يبقى دم كلوي متغذي ومتاخد منه ميه، والدم الكبدي مليان سكر، اسيتون، ال دي ال، اتش دي ال، البومين، دهون حره. انا بقى بصدر فين؟ على الرئه ما يتشافش من وراها بقى اسيتون، تاكل الاسيتون، وتاكل مين؟ الكايلو مايكرونز، وتاكل ال دي ال والاتش دي ال، يحصل فيهم ماتيوريشن. بنتقابل كلنا مع بعض، احنا عيله مع بعضينا، اسمنا ايه؟ لايبوبروتينز. انا كايلو مايكرون جاي من الامعاء، من الخلايا المعويه، متصنع فين؟ في الخلايا المعويه. ركز معايا، الخليه المعويه خليه مصنعه ليست ممتصه فقط. حط تحت دي 10,000 خط. الكلام ده في الكتب يا باشا. الكلام ده لو حد هيطلعه باللينك ده مفيش لينك ده كده، يعني اللينك ده مش موجود في حد، محدش عمل اللينك ده. حتى لو هنفترض يعني ان الكلام ده في جزء منه كبير مكتوب في الكتب، حصل في جزء منه كبير مكتوب في الكتب اللي انا بحكيه ده، بس متنطور ومحدش قال الميكانيزم بتاعت قفلة البطن دي، ومحدش رتبها وشبهها لك بالحمل غيري. يعني انت فهمت القصة؟ يعني انا شبهتها لك بحاجة بتحصل فعلا. فالخلايا المعوية مصنعة وليست خلايا ممتصة، استحالة. دي خلايا مصنعة، بتصنع كايلو مايكرونز يا باشا، انا بصنعها، انا اللي بعملها، انا بعمل الدهون وفوسفوليبيدز، انا اللي بعملها. بعمل دهون، اسمع الكلام اللي بعمله، بعمل دهون، فوسفوليبيدز، وبعمل كوليسترول انا ممتصه، هركبه في غشاء خلوي والفها خليه واصدرها في الليمف. فهمت حاجه ولا لا؟ يبقى انا يا باشا انا خليه معويه بصنع شبه الخلايا الكبديه، شبه خليه نخاع العظم. نخاع العظم يصنع لي خلايا الدم، موافق، وخلايا الامعاء تصنع الكايلو مايكرونز وتصدرها لي. يبقى كل الالف والدال والاي والكي كل دول هيطلعوا على الرئه دلوقتي، والكبد مصنع، وعدينا على الكلى، اخدنا كورتيزون وادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين، هيبقى خدنا هرمونات، وخدنا انزيمات من الكبد، لايبيز، اميليز، بيجروا في الدم دلوقتي، بيجروا في الدم، اميليز، لايبيز، هكسر شويه في الكبد ويعدوا. بنسلين جه، هكسر منه شويه والباقي يطلع. لقينا دوده، هقفش منها اللي هقدر عليه والباقي هينفد مني، والرئه تقفش الباقي. يبقى لو عندي سكارس، عندي انكليستوما، الاقي البويضات في الكبد والاقي البويضات في الرئه، ما هو ده المنفذ الثاني. يبقى الرئه استقبلت كل الدم اللي متغذي غذاء كبدي، والدم اللي متغذي غذاء كلوي، والدمين اتلموا على بعض مع الليمف في الرئه، مع الاكسجين، مع ثاني اكسيد الكربون بنطلعه. فهمت الجو؟ يبقى بحيرات من الدم في وسط كله هواء. عشان كده الرئتين بيستقبلوا في الدقيقه 5 لتر، والجسم كله استقبل 5 لتر في نفس الدقيقه.
يبقى الدقيقة خدت الرئة 5 لتر، والجسم كله في المقابل برضو خد 5 لتر. بس بتحصل ازاي بقى العملية دي؟ اللعبة دي بتحصل ازاي؟ يبقى انا اخر حاجة قلت لها الدم راح للرئة، راح غني، ورجع من الرئة متاكل مرة بس مليان اكسجين، مؤيضة. يعني انا قيضت، حضرتك بتديني LDL و HDL واسيتون وسكر، وانا هاكل وهديك اكسجين، يبقى المؤيضة خلصت. انا بقى رجعت وهطلع على الجسم. بس القلب لازم تفهم منه حركة، مش عملية حرق، عملية مؤيضة. القلب كعضو بيملى دايما بزيادة وبيفضي فوق احتماله، ما هو مجنون، يتملي بزيادة ولما يملى يكتم، وبيفضي فوق احتماله ولما يفضى يكتم. مجنون متقلب بين عالي وواطي. هو طبيعة القلب كده. عشان يشتغل اما يجي يستقبل الدم، بيستقبل الدم بزيادة، واما بيجي يضخ بيفضي بزيادة. فدايما مشتاق للدم، واما يشبع بزياده، ويزقه بزياده فيشبع بزياده فيزق بزياده. هو القلب ما بين ضغط عالي قوي وواطي قوي عشان يعرف يلم اللمه. فهمت حاجه؟ يعني هو بيضخ وبيستقبل، فهو القلب هيستقبل الدم ويضخ، فمطلوب منه حاجتين: يبقى في حته ضغطه واطي عشان يستقبل، وفي حته ضغطه عالي عشان يضخ. سهله، سو سيمبل. فربنا يخلق له ايه؟ نيجاتيف بريشر حواليه. فتلاقي الرئه دايما نيجاتيف. عارف هو اتعملت النيجاتيفيتي دي ازاي؟ الجرثومه مات بالجرثومه بعد كفاح طويل مع المرض، مع الفطر الاسود. الفطر تمكن منه اثناء نومه. يا خبر، خبيث هذا الفطر الخبيث. والغريب ان خلقوا سترينز ريزيستنت للادويه بتاعتنا. معرفش يعني ايه دراج ريزيستنت، يعني ما انت اللي حمار، انت اللي ضعيف. البكتيريا بقت اذكى منك يا حمار عشان بتحاربها بسلاح الفطر. انا عندي لايزوزايم ما بيخيبش، اسكيمو ما اسكيموش احنا ما يهمنوش. ان شاء الله تكون بكتيريا منين، اخلص على ابوها. لا هتنفد مني ورايا HCl تحت يخلص على اللي جابها. يعني معايا IgA وIgE ومعايا لايزوزايم ومعايا لاكتوفيرين ومعايا بيروكسيديز وجذور حره. مفيش بكتيريايه هتعدي من تحت ايدي. اللي يعدي من تحت ايدي ورايا هنا لوز تقراه وتجيب قرار امه وتبعت على النخاع العظم وتبلغه على الغدد الليمفاويه وتقول لها تحت باطي انتبهي، ده كل قلقاس، الجحش كل قلقاس بالزاف. فيقوم يسخن ويكح، هيستامين طلع قال لك الجحش كل قلقاس، زود HCl واقفل البرونكاي، اقفل ممراته التنفسيه، خليه يكح، سخن امه، خليه يجيله طنين. تقوم انت قايم، ايه ده؟ الجمبري جاب نتيجه الحمد لله، الله اكبر. بس وقع من طوله. يقول لك جاله تسمم فسفور. هو تلاقي بقى الدكتور قاعد، هو الفسفور العالي زي الكافيين. الكافيين والفسفور سلاح ذو حدين. الفسفور والكافيين سلاح ذو حدين. نسي ان هو بالبلاستيك، مفيش فوسفور حضرتك. الموضوع حضرتك فيه بلاستيك، ده انا بلعب بلاستيك حضرتك. فاتحشر في بطني، فانا تهتهت حضرتك. انا بقول له بص الواد بيتهته، هو كبير كده وانه يتهته وعنده حاله نفسيه يا باشا من الطفح. يا باشا الواد تهته من اللي بيشوفه كوابيس بعيد عنك. البتنجان، احباب الزهراء هنا كانوا بيسالني على البتنجان. البيكال قلقاس مات.
كل جمبري عريس، كل جمبري مات برضه، مات. شباب كله مات مخنوق. مشكله ان لما تبقى عضلات بطنك قويه على قولون منفوخ كخ وتحزق، يعني تروح تشيل وتحزق. انا بقول لك ما تشيلش المدام، تروح تشيل حديد. يعني لو شلت طوبتين كنا استفدنا من اللي خلفوك. بالزاف سخن، بالزاف هو سخن تاني، كنا استفدنا منك. لكن بتشيل حديد، مش عارفين بقى الحديد ده يعني ليه ثواب ولا لا. يعني لو ازالت يعني اماطه الاذى عن الطريق صدقه، معرفش بقى شيل الحديد ده اللي اتخنق. بقول لك ظهره اتكسر وهو بيشيل يا باشا. عظم مخوخ ناقصه يورانيوم، حله يضرب كلوروفيل اخضر وبيض ويطلع يعمل بناء ضوئي ويلعب بيلاتس، يقف ويعمل تمارين تنفس من بتاعه ابراهيم الفقي. تعمل كده بالذات. فهمت؟ كده انت اقرع ذكاء، بطنك مدلدله التهاب، ثابت على مبدأك ومستحمل غباء، هتموت جنب مراتك هباء وعجبي. حياتك منتهيه، حياتك بسيطه خالص، سو سيمبل. كلمتين والبوسه، كلمتين والبوسه. بص يا بابا، يبقى القلب اوفر دوز جزر. جاله اوفر الاستقلال التام او الموت بالزقام. هو الزقام خلص عليه. نرجع للحصه بقى يا ولاد عشان النهارده الحصه حلوه والله العظيم. بص يا باشا، انت الناحيه الشمال اهي هستقبل الدم اللي جاي من الرئه اللي اتاكل بس بتعبي اكسجين. الدم يعدي في المترالي منه على الاورطه على الجسم، صح؟ مش دي الناحيه الشمال؟ ما هو دي الناحيه الشمال، ما هي دي الناحيه الشمال اهي. الناحيه الشمال اهي هستقبل الدم اللي جاي من الرئه، ومن الرئه على المترالي، والمترالي على البطين، ومن البطين على الاورطه. بس خلي بالك منطقه الاذينات منطقه ايه؟ منطقه استقبال ضغط واطي. دي لازم تبقى صفر عشان انا هستقبل الدم من الرجلين. طب انا الدم راح للرجلين بالضخ، الدم راح بالضخ، هيرجع بايه؟ اللي هيقول هديله بوسه. هيرجع بايه بقى؟ الدم راح بالضخ، الدم راح من القلب بالضخ، يرجع بايه بقى؟ اهو يرجع بايه؟ يا بالشفط. يعني انا بشفط هوا واشفط الدم من رجليا. واحد بيقول لك بالجاذبيه كده، امسك المدام وعلق. بتعمل ايه؟ برجعها للحياه. ارجعي. قوم يا سليمان، بالله عليك يا سليمان، قوم يا سليمان. بص حضرتك، تشفط بقى. انت بتشفط، لا مفيش سحب في القلب، الشفط من بره القلب ما فيهوش شفاطه. الرئه اللي فيها الشفاطه، الرئه سفنجه بتكش بس مشدوده غصب عنها، اما بتشدها، اما بتفردها بتزود نيجاتيفيتي حواليها. يعني اما باجي افرد الدرنقه بعيد عنكم اللي عمل عمليه فحطوا له درنقه اندر سكشن يعني مضغوطه، فاما تتشد بتعمل نيجاتيف بريشر، ضغط سالب جوه الرئه، فتقوم شافت الهواء وشافت الدم من رجليك
ومن دماغك. الله، عكس الجاذبيه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بس على شرط، على شرط، على شرط. البطن دي فاضيه، البطن دي فاضيه. عشان اشفط فاقوم جايب الدم من رجلي، يقوم الدم يجري. شرط البطن تكون فاضيه. لكن قولوني منفوخ اكنه جلطه، اكنه جلطه ومنفوخ، ومنفوخ جاز، منفوخ جاز، جاز. يعني حضرتك لو انا حقنتك حقنه هوا هتعمل لك جلطه رئويه وتموت. فجاز داس على الدم. لو خدت سكينه في صدرك هيحصل حاجه تنشن نوموثوركس، يعني الهواء ينفخ الرئه فيدوس على القلب فتموت. ماشي يا كتكوت منك ليه؟ يا لطيف الطف يا لطيف. السلطانيه ابيض السلطان. بص بقى، بص الحته اللي جايه دي، عشان الحته اللي جايه دي بقى هي فيها الخلاصه. القلب بيستقبل شفط، فدول ما فيهمش ماسلز، دول تشامبرز بلاستيك كده زي ورق البفره. تستقبل الدم بالشفط، الرئتين شدوا حواليه، يعني الرئتين جنبه هنا كده، الرئتين شدوا فقام دول شافطين الدم. الدم ده جاي منين؟ من الرئه. وهيصب فين؟ في الجسم. ركز بقى معايا. القلب يضرب يقفل، يستقبل يقفل، بس يكون عنده صمام قوي. بص بقى، يعني الدم هنا نزل وبعد كده قمت قافل مترالي، والدم قفل هنا وانا قافل ده، قفلت الاتنين وقمت حازق، رفعت الضغط قوي، فتحت ده زقيت، ادي 120 فوق. ها بعد كده بعد ما فضيت قفلت ده، لان الدم بيضرب واقفل الباب عشان الدم ما يردش عليا، فانا بضرب الضربه واقوم قافل الباب عشان الدم ما يرجعش عليا. فهمت حاجه؟ ادي ضربتي. يبقى انا مع كل ضربه وكل استقبال هقفل صمام، هاخد الدم من فوق من الاذين واقوم قافل المترالي. حلو. الدم ده وانا قافل الاورطي، احنا قافل الاثنين واقوم حازق على الاثنين. ماشي؟ يبقى انا ايه؟ قفلت حزقت على الاثنين. يبقى انا ايه؟ حزقت على الاثنين، قافل مترالي وقافل اورطي. الضغط عالي قوي 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 عندي، وصل 120، اقوم فاتح الاورطي وزائق الدم على الجسم. حلو حلو. بعد ما زقيت الدم مشي كده، اقوم قافل الباب بتاعي عشان الدم ما يردش عليا. يبقى انا عايز صمامين، هستقبل هقفل صمامين، هضخ هقفل صمامين. يبقى انا اتمليت على الاخر وقفلت وحزقت، وبعد كده ضخيت وفضيت على الاخر وقفلت وحزقت، فعملت نيجاتيف بريشر فاستقبلت الدم كله. حلو حلو. يبقى هم شبه 4 كور بتوع الواد الساحر. عارف الساحر بيلعب ب4 كور. بص ال4 كور ماشيين ازاي. في نفس الوقت هستقبل 70 ملي وهضخ 70 ملي، هستقبل 70 وهضخ 70. فهمت حاجه؟ يبقى بستقبل 70 وبضخ في الرئه 70 وبستقبل من الرئه 70 وبضخ في الدم 70، في كل دقه 70. يبقى في كل دقه في 70 ملي، 70 ملي استقبل واقفل، 70 ملي اضخ واقفل. حلو حلو. الدم هيطلع في الاورطه اهو، فالاورطه ليه شكل بقى. ركز بقى في الحته دي، ركز في الحته دي. بص الرسمه دي اهي. بص الاورطه، بص القلب اهو والاورطه اهو. ده الاورطه الحقيقي، ده الشكل الحقيقي. ما دول متركبين، دول متركبين جوه في الحته دي بس، والرئتين هنا. انا هقول لك دلوقتي الصمام المترالي هيضرب ليه، واما بيضرب انت بتترحم من ايه. ركز في الحته اللي جايه دي، عشان الحته دي ب10 مليون جنيه. مفيش دكتور في مصر، مفيش دكتور في مصر هيقول لك المترالي باظ ليه.
ولا ارتخى ليه، ولا الست ليه، ولا اشمعنى الست الحامل اصلا اللي يجي لها ارتخاء وارتجاع. ركز بس. يبقى القلب بيضخ في الاورطه ده للجسم، هينزل هنا في رجليا وهيطلع فوق هنا في دماغي وفي راسي. والشريان الصغير ده اسمه الرئوي، طالع على الرئتين. يبقى انا عندي شريان رئوي قصير ويطلع على الرئتين اهو، وشريان كبير ده الاورطي اللي هيغذي الدماغ بفروه الراس بالعينين بالعصب البصري بالاعصاب المخيه. هو ده اللي مطلع الشرايين في رقبتي، مطلع الشريان بتاع دراعي. فاهم القصه ولا ايه؟ اهو. ودول الشرايين التاجيه طالعين من الاورطه. ادي الشريانين التاجيه عشان مدورين على القلب كده. وادي الاذينات، وادي البطين الايمن. يبقى البطين الايمن نايم على الحجاب الحاجز، ما اللي تحتيه ده الحجاب الحاجز، واللي نايم تحتيه دي المعده وفيها قولون ومعده تحت بيز اوف هارت، تحت قاعده الهرم، تحت قاعده القلب اهو باذينات، بشريان رئوي طالع من اليمين على الرئتين، والاذينات دي تستقبل الاورده، وشريان اورطي كبير بيضخ على الجسم. حلو الكلام. القلب هيرجع تاني، هيستقبل من الرئه الدم اكسجين، فيه غذاء بس اتاكل في الرئتين منه جزء راح على البطين. بعد ما الدم نزل من هنا لهنا ده قفل، وده اصلا مقفول. ما هو انا اصلا قافل عشان عبيت الدم وقمت قافل مترالي وقافل اورطي، قافل مترالي وقافل اورطي. بستقبل واقفل، استقبل ايه واقفل، استقبل واقفل، واقوم حازق فاتح الاورطي وصابب. ركز بقى معايا. لو انا جيت عند الاورطي ده وقمت حاطط قدامه قولون متضخم، وحاطط قدامه كبد متدهن، وحاطط قدامه احشاء منفوخه وبحزق عليه، الاورطه يجي يزق الدم يرد عليه. فالقلب قافل الباب بتاعه بس حزقته على ضغط عالي قدامه، فالضخه الجايه هزقها عالي. في واحد قال القلب هيطرقع، هي دي، برافو عليكي. هيحصل انفجار في القلب لو المترالي ده ما فوتش. ما هو لازم دلوقتي هيحصل اندماج ما بين الهاي بريشر تشامبر واللو بريشر تشامبر اهو. هبدا هنا بقى الصمام انا شادد عليه اهو، هبدا الضغط جوه القلب بيزيد والزق عليا انا كاورطه بيزيد. لازم افتح صمام، فيبدا الانيولاس بتاع المترالي يوسع معايا، فيحصل فيه ارتخاء. تاني يبقى الاورطه جاي يزق على الجسم، لقى بطن منفوخه هنا وقولون فيه جاز، فعمل اكنه صمه قدام الاورطه، ضغط عالي جدا. يقوم القلب هنا حزقته تزيد، والباب مش الاورطه باب الاورطه بيتزق كده مع حزقه القلب ده يفوت الميترال اللي يفوت. هنا حصل بقى الارتخاء ووراه الارتجاع. قدامك بقى ايه؟ بس دي حصلت حمايه لحضرتك، بص بقى اهي، بص اهي ادي الدم نزل وده مقفول صح، اما ده جه يضخ الدم رد كده صح. يبقى انا المفروض اما انا استقبل بقفل ده وبقفل ده بعديها، يعني استقبل اقفل واحزق اقفل وبعد كده اضخ افتح حاجه بقى. اما يجي بقى هو يجي يزق كده يلاقي ايدي مقفوله، ده يفك لفوق. فهمت حاجه ولا ايه؟ حصل هنا في الاول تضخم في جدار البطين عشان يزق قدام ضغط، فيقول له البطين الايسر فيه شويه تضخم، ويسموها في الايكو ايه؟ دايستوليك ديسفانكشن، ما بيرتخيش على الاخر. ويقول له ايه؟ والصمام المترالي فوت، والاذين الايمن وسع، قصدي الاذين الايسر وسع. بص الاذين الايسر ايه؟ وسع. يبقى
هتلاقي الست الحامل ارتخاء في المترالي او ارتجاع في المترالي. ليه؟ نفس الفكره، نفس الفكره. واشمعنى الست اكتر؟ ربنا خلق لها الصمام ده يفك معاها عشان معروف انها هتحمل. ما الست دي هتحمل. تضخم في العضله وجالي، والضغط كمان عالي، والارتجاع اهو في الصمام المترالي. فوت لحسن القلب ينفجر. ايوه نفس فكره الجرد، ما هي نفس الفكره، ضغط بطن عالي. امال الارتجاع حصل ليه؟ واتفتح ليه الحجاب الحاجز؟ فتح الحجاب الحاجز ويندو، والفتح السري ويندو، والفتح الاربي ويندو، والارتجاع المترالي ويندو. وبنحاول نحمي ام حضرتك من بطن ام حضرتك. غازات وانفلات غازات، انفلات امني، في انفلات امني في القولون ده، في تكتلات غازيه مش عارفين، والغازيه لازم تنزل من الاخر. الدم اللي رايح الجسم قل. بص بقى هقول لك قل ليه. بص يا حنكوره، معلم حنكوره، بص يا حنكوره، بص انا دلوقتي عايز اضخ كده، فالمفروض وانا بضخ هنا ده قافل صح؟ طب ده فوت، اضخ الدم يزق لفوق. يا نهار اسود، يعني ما راحش الجسم؟ لا. ما راحش الدماغ؟ لا. ما راحش الكلاوي؟ لا. ما راحش رجليا؟ لا. طب ده انا بطني منفوخه والدم اللي رايح مش رايح؟ لا. وكمان الدم اللي طالع من القلب مش رايح. ايه رايك بقى؟ يعني صوابعك مش رايح لها دم خالص. طب بتاع الايكو؟ لا، بتاع الايكو بقى يضحك عليه. عارف ليه؟ اقول لك ليه. بص يحصل ايه بقى؟ ما انا هقول لك حصل حاجه بقى تضحكك انت بقى وما يشخصوهاش. انا اشخصها لان انا المعلم يا باشا، انا البروفيسير. بص يا بابا، تضخم عضله يحصل، ارتجاع مترالي يحصل، ارتشاح رئوي يحصل. مش انا يا باشا الدم رد على الاذين الايمن؟ على الاذين الايسر. طب ما الدم اللي راجع من الرئه، ما البلاعه مسدوده، الدم يتحوش في الرئه، يجي ارتشاح رئوي، والدم اللي بيلف قليل فيحصل حموضه في الدم، عشان الدم مش ملاحق يروح الكبد، عشان الكبد عنده مسدود في بولينج. فالدم اللي فيه بايروفيك ولاكتيك مش عارف اعوضه، لاكتيك حموضه زايده وارتشاح رئوي وارتجاع صمام مترالي. ايه راي حضرتك بقى وفي الاخر الاقي ايه بقى؟ الايجكشن فراكشن سليم، ويكح دم. ده عادي، الراجل ده يكح دم عادي لانه عنده احتقان في الرئه، تضخم في العضله. لا مؤاخذه، بص حضرتك اهو لا مؤاخذه، بص اهو لا مؤاخذه عشان الرسمه بالمقلوب. القلب يحزق يفوت، ما قفلش، يحزق يصب كده فيفوت كده، فالاذين ده بعد شويه حجمه يزيد، والرئه تحوش دم فيجي لها ارتشاح. القلب يحزق يفوت، يفتكر بقى انه جامد. ليه؟ الدم بينقص قدامه في الايكو، يعني الدم بيحصل قدامه في الايكو بينقص جوه، فيقول لك ايه ده؟ الايجكشن فراكشن بتاعك 70%، هو اصلا 25%. ايوه يا باشا 25. ما هو ده مش حقيقي. ما انا عندي مترول يا باشا مفوت. ما المترول لما باجي احزق كده الدم يرد فوق صح؟ فهو يشوفه بيصغر فيقول لك ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ده القلب بيضخ جامد قوي وبيفضع على الاخر. يا باشا بيفضع عشان مفوت، يعني الدم ما تزقش لقدام. فانا النهارده كان عندي عيان كده فرحان يقول لي هي الحاله مستقره عشان الايجكشن فراكشن 67. تقول ده 27 يا ابني، ده سيفير مايترال ريجيرج، ده الست دي قولونها مقفول. فالايكو ساعه الاتاك مصيبه سود. انها الفتنه الكبرى. نعم انها الفتنه الكبرى. صمام مترالي ومرتخي، ايه المشكله؟ بطنك منفوخه عادي، يعني بتحصل في اوسخ العائلات المحترمه. وغلاوه هبل عندي الكلام ده حقيقي.
اصل العصب حائر، روح بطل سجائر يا ابني. يا ابني العصب حائر، العصب حائر حائر، عايزينك تبطل سجائر. الاجكشن فراكشن بتاعه سليم، مش سليم يا باشا، اوفر استيميتد. اوفر استيميتد، تلاقيه بقى 70 و77 وتلاقيه هو قاعد مهندس. الايجكشن فراكشن كويس الحمد لله، احنا اطمنا، بس سيفير مايترال ريجيرج باشا، ما هو اتفشخ المايترال ريجيرج، اتفشخ ويندو اتفتح. القلب يحزق ما يضخش، يحزق يفوت. يقوم واقع. عارف سعدون بتاع، انت فاهم، عبيط يعني، يحزق يقع يحزق يقع، فاهم، عبيط. ما ده قلب. طب نقول له نحطه على المقياس بقى، هات ايجكشن فراكشن، يقول لك ده ممتاز، والفراكشنال شورتنج ممتاز. هنا بقى المايترال جيرج والسيفير، الايجكشن فراكشن كفته كفته اهو. القلب فوت مش عارف، وما بينفذش حاجه خالص خالص، زي المعلم حنفي بالظبط، كلمته بتنزل على الفاضي. لا مؤاخذه، الصمامات فوتت، عايزين طقم صمامات. الواد قلبه بيوجعه، لا الواد كرشه بيوجعه وعايز حد يكرعه. طلع الغازات يا بابا اللي في بطنك. طب يا باشا الغازات اللي في بطني دي جت منين؟ من السجاير. امال انت فاكر ايه؟ مش الدخان ده داخل من الرئه على القولون؟ مش انت عندك فيستولا بعيد عنك والسامعين؟ مش انت مسرب؟ مش انت عندك كلواقه؟ مش انت كائن وحيد الخليه؟ يعني عندك القولون منفذ على الرئتين، تاخد نفس عميق وتقوم النفس طالع من قولوني. ابراهيم الفقي موافي، ابراهيم الفقي موافي، فاهم؟ انت بتطلع نفس من القولون وبتتنفس ابراهيم الفقي، وتطلع موافي، تنفس مجدي كافيين، وتطلع محمد شيح، كريم الشيح كده، فاهم؟ تنفس تمارين تنفس. يقول لك طب الصمام المترالي هيرجع كده؟ هيرجع، بس دلك كده يعني، اعمل كده مترالي. باشا عايز تعمل ايكو؟ اعمل ايكو بعد ما تدخل الحمام، بعد ما تعمل كيكي، بعد ما تعمل كيكي روح اعمل الايكو. طب افرض يا دكتور اتزنقت ما عملتش، ما تعملش بقى الايكو، هيطلع وحش، هيطلع المترالي مش حلو. حلو الكلام، هيطلع المترالي ماله مش حلو، وهتطلع الايجكشن فراكشن بتاعك هاري هكس ضحك على الدقوم. فهمت القصه ولا ايه؟ بس ماشي ماشي. يبقى يا باشا تضخم عضله تلاقي ارتجاع متر، يبقى تضخم العضله يا باشا ده حاجه لمصلحه حضرتك. يا باشا ما تقوليش اصل الضغط العالي عمل لي تضخم، لا، هو ضغط البطن العالي عمل على القلب ضغط، فالاورطه اتضغط، فالضغط هنا عالي، وضغط عيني عالي، وضغط دماغي عالي. تشامبرز موصله ببعضيها، والنيجاتيفيتي بتاعت ده ضعفت، نفسي مش عارف اخده، فبالتالي الدم ما يرجعش من رجلي، فالرجل تورم ويجي فيها دوالي وتتجلط جلطه في الاورده العميقه. كل ده من بطني. انت لسه شفت حاجه؟ امال انت فاكر ايه اللي موته؟ قول لي. السكر اللي موته. السكر عالي عليه فدماغه ماتت دماغه ماتت. سكر ما كانش عنده سكر يبقى كان جرثومه ومخبي. هو خاف الناس ما تزوروش في اخر ايامه، ما رضاش يقول ان عنده الجرثومه. هي دي اللي موتته، جرثومه خبيثه.
عيسى الجرثومه والسكر والملح. السكر والملح. مات. معقوله؟ اه معقوله يا باشا. السكر ده انت ما تعرفش حاجه عنه، بخبيث. بس سمع كلام الدكتور اياه وكل سكر لحد ما السكر طبق على مراوح. هو اللي عمل. لا ده ارتخى كمان في المترولي، ارتخى في المترولي، وعنده ارتفاع في ضغط العين، جلوكوما، كلاوي، كرياتينين. وبعدين الراجل بيديله كورتيزون. في حد يعالج بالكورتيزون؟ راجل الكورتيزون بهدله. راجل الكورتيزون والسكر موتوه. قولون ايه بس اللي يتنفخ ويضغط على قلب ايه اللي يتنفخ من ما ينفعش الكلام ده باشا. ما ذكرناهاش، ما خدناهاش دي. قولون ايه قولون ايه يا باشا اللي يدوس على صدره ده؟ لا قولون. احنا يوم طول عمرنا كنا عارفين ان بيبقى كرش كبير قدامي كده وابقى فرحان واسند عليه كمان. انا كنت بحط عليه كوبايه الشاي. الله يرحم جدودنا كلهم ماتوا يا باشا، ما اشتكوش. ماتوا كلهم سكيتي، كله مات سكيتي يا باشا. ايوه انا عارف. السكر ايه ده اتجنن. ده الشوكولاته كلت نوتيلا بدينه لحد ما مات. طب النوتيلا عملت له ارتخاء في المترون. فوت ازاي؟ فوت بالزاف. فوت بالزاف. وانا لو شفته هقلعه بالزاف. بس عشان ما اشوف بقى موضوع بالزاف ده بقى يستفزني. انا لله وانا اليه راجعون. مات بالسرطان، انتشر في جسمه، مات. وهو كان فينا لما انتشر مش عارفين نعمل له حاجه، واقفين احنا نتفرج عليه وهو بينتشر. انتشر يعني هو مش القلقاس. لا مش القلقاس. بعيد عنك، عنده 5 بنات وامهم، مات منقوط. الدم اللي رايح الجسم قل اكتر، والرئه فيها احتقان، والقلب فيه تحويش، والغرف اليساريه تغيرت ملامحها. تضخم في البطين الايسر، اتساع بالزاف في الدايمنشنز بتاعت الليفت اتريوم. فيقول لك الليفت اتريوم حصل فيه دايلاتيشن، تضخم في الاذين الايسر. مقاساته كبرت بقى 42 ملم، بقى 50 ملم، 5 سم. ايه ده 5 سم وايه تاني؟ ده عمل كمان جلطه فين؟ جوه الاذين. ليه؟ الدم بقى ستاجننت، رقد. الدم رقد في الاذين. الدم بقى يقعد هنا كتير. الدم كان بينزل هنا بالجاذبيه وبقدره الاذين البطين على استقبال الدم. اما ده ما استقبلش، الرئه تحوش فيها الدم والبلاعه طفحت. طب يا باشا ما البلاعه تطفح، مين يرد عليه الدم؟ يرد على الرجلين بعد ما الناحيه اليمين تتضرر. ما هو الرئه اتحوش فيها الدم. انا جيت كقلب اضرب فيها بقى على ارتشاح رئوي، الدم مش مستحمله، الرئه مش مستحمله الدم اللي راجع، فالناحيه اليمين كمان تضعف، والدم يرد على الكبد، والكبد يحتقن، والاحتقان ما هوش ناقص. نرجع نلف لفه تاني. بطين ايسر ضرب الدم، لقى قدامه بطن منفوخه، حصل لجواه ضغط عالي، فوت المترالي رجع الدم على الرئه احتقنت. بعد الرئه ما احتقنت، الدم اللي رايح لها مش قابلاه، الكبد يحتقن والرجلين تورم. ما هي مورمه اصلا، ما هي اصلا مورمه من البطن المنفوخه، تورم تاني. ايه المشكله؟ وتفضل تورم وانت قاعد يا عيني شكمانك مخروم والصمامات فوتت. انها قولهم منفوخ، موت الفجأة، ايكو على قولهم منفوخ خطير. وده مجرد سيناريو اخراج دكتور مصر الاول ضياء العوضي. الفيلم ده كله من تأليفي واخراجي، بس هو ده اللي بيحصل ومحدش هيعرف يجاوبك عليه.
ضغط البطن رفع وضغط الدراع ارتفع، والقلب لما حزق الضغط فيه عالي، وانا اللي جالي ارتخاء في صمام المترالي، وهو البعيد راح حزق، قام الحجاب اتفزق. حجابي اتفزق، حجابي اتفزق، انا حجابي اتفزق حضرتك. بس دي غير الغنوه التانيه بتاعت انا عندي جفاف في الريق اصله ارتجاع مريء، دي حاجه تانيه وبرده ملوش يعني. في حاجه، في قصيده تانيه بس مش عارف هي فين الصراحه، يعني انا كنت فيه بس مش هي دي، يعني ملهاش دعوه ببتاعت انا عندي جفاف في الريق اصله ارتجاع مريء. مش دي ارتجاع مريء مشاكل اسنان كمان، اوعى تنسى، وريحه فم كريهه، ريحه فم كريهه. لا ولا بتاعت حجاب حاجز وفزقت لك وانت مايله ايه عدلك. مش دي برضه، مش دي انا هجيبها لك. ولا صمام وصمم في الصميم يتعمل لفته، لا مش دي برضه، استنى هجيبها لك والله، استنى والله العظيم. اهو قولوني اهو اتنفخ والزبون راح حزق، قام الحجاب اتفزق والفتق كان سري، فوق الحزام دغري، والضغط اهو عالي والقلب بيعاني، ولا اللي جالي ارتخى في الصمام المترالي. القلب فيه خفقان والصدر فيه نهجان، رجلينا هي مورمه وايدين فيها الرعشه، ودوار صداع وقطانين، والصدر جاله انين، والدم اهو في رجلي دوالي وبتغلي، امعاء ومشلوله، كبد كمان دهني، قالوا العصب حائر جرثوم ما يتجايز، منظر يا واد قالوا حجاب وفي شباك، فتقه قربي سري هناك قلته، شباك ورا شباك مصير بيستناك، اسمع كلام دودو يا اما راح تتهاك. وانتوا بقى عارفين المعنى في بطن الشعر. خلاص حبيبي، كلها اعراض واحده، وكرياتك قد ايه بيعلى واليوريك اسيد يعلى، وانت نفس الانسان، انت الانسان المنفوخ هو نفس الانسان اللي عنده ارتجاع مريء، هو نفس الانسان اللي عنده فتق في الحجاب الحاجز، هو نفس الانسان اللي بيجيله اسمه ايه ده، انزلاق غضروفي، هو نفس الانسان اللي بيجيبه افاسكولار نكروزس، يعني انعدام ترويه في فخده. زي اوعى تنسى قولون جاز امبوليزم، صمة اير، صمة هوائية، جلطة هوائية. احقنوا الواد ده 20 سم هوا واستنوني عند كمين الحمام، تلاقي الرجاله واقفه وقاعدين عادي. ايه اللي حصل؟ حقنوه 20 سم هوا ومشي، الهوا عمل له صمه رئويه، الدم فضل يلف وجي عند عند الحته دي، بص ما هو الدم فيه هوا، الهوا فضل يمشي بقى لحد ما جه هنا، جه عند الشريان القصير ده، ما قصير وتخين، قصير وايه وتخين لا مؤاخذه، قام جايه بقى الجلطه الرئويه وقفت هنا، ده القلب اللي بيحصل له، ده اللي بيحصل للقلب. انتحار مفاجئ، ميكانيكال اوبستراكشن، حزق قوي جدا وما عيطش، حزق فاتفزع. انا قلت لك الضغط حزق في القلب، فوت المترالي، لو ما فوتش المترالي ينفجر. المترالي اتفتق عشان يحمي القلب،
المترولي اتفشخ عشان يحمي القلب من الانفجار. والقلب هينفجر؟ هينفجر، لانه متليف اصلا. عاده القلب ده ثروته ضعيفه، ثروته ضعيفه. كل جسمك ثروته ضعيفه. عرفت دي ثروته ضعيفه ولا لا؟ هيقوم الكبد بقى مصحصح، يقول لك ايه ده؟ دمه قليل رايح للدماغ. معقول يا عبد المعطي؟ يقول له لا. يقول له دمه قليل رايح للشرايين التاجيه. معقول يا عبد المعطي؟ يقول له اه. يقول له طب هذا الدم القليل نجعله غنيا، يصبح الدم قليلا لكن غنيا، فنزود له سكر واسيتون وال دي ال واتش دي ال. حلو الكلام؟ حلو. فتقوم انت معدي سلام عليكم وعليكم السلام. انت عندك صمام المترالي، اديله مدرات بول. عندك اديله دواء للضغط، عندك اديله دواء للسكر ودواء للكوليسترول ودواء لمدرات بول. طب انا ما بتحسنش حضرتك النهجان هو لا، ما ده حضرتك ده طبيعي. انت القلب عندك مش شغال اصلا كويس، ان انت عايش وبتتنفس. كمان عايز ما تنهكش، يخرب بيت هتنهج. غلط غلط. لو سمعت كلام دودو مش هتنهج. لو سمعت كلام دودو مش هتنهج. طب لو ما سمعتش كلام دودو هتموت موت الفجأة. ونقعد بقى نترحم عليك، نقول الله يرحمه كان ضحوك، كان ضحوكا وكان لذيذا وكان مشرئب الاطراف. اطرافه كانت مشرئبه دايما وورمه، وبيجي له انفجارات في رجليه، سمك في عضله القلب. ما ده انا قلته يا حبيبي. سماكه في الجدار. الطعام تاثير على الجسد وليس محتوى. يعني ما تقوليش ده غني بكذا. اللحمه، يعني انا اقدر اعيش من غير لحمه يا دكتور؟ يا باشا هتقدر تعيش من غير لحمه. انت مش مخلوق لحمه اصلا. يعني انت تعرف تاكل حبوب وتعيش، بس تبقى سليمه ما فيهاش فطر. الارجوت متخزنه تخزين نظيف، ما هيش ويت، مش مبلوله، واخدها حاجه محترمه وما فيهاش مبيدات. تطحن، تخبز، تاكل. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. ما قلناش لحما، ما قلتش، ما انكرتش ايات تانية، بس انا اللي قصدي اقوله ان انت تعيش من غير لحمه يا مفجوع. عشان الستات اللي بتقعد تقول لهم اصلا انا ما باكلش لحمه ما بشبعش، يا مفجوع. دي تطلقها، ولو جوزها ميت تجوزها وتطلقها. ستات هو لا تستقيم، الستات لا تستقيم معاها كلام عقلاني. الست الحامل يجي لها سكر، يجي لها تورم، يجي لها ضغط عالي، يجي لها نهجان، ويجي لها مترالي. نرد نقول لها ايه؟ عندك مرض كولاجيني. انت عندك كل الحاجات بتتلوي كده عشان انت ست عندك مرض كولاجيني. يا اما عندك مرض وراثي لان ابوكي عبيط، يا اما ده ضغط عصبي جوزك مزهقك او مضايقك. فاحنا البعد عن التوتر والبعد عن الوالدين ولبس كمامه اثناء النوم وعدم فهمت؟ وعدم يعني الاتصال الاجتماعي. لان انت مهبوله بالوراثه طبعا، عبيط وراثه ومرض كولاجيني. انت عندك اصلا لاكستي في صوابعهم ورجليكي وشعرك بيقع، غير ان هو تخيله عبيط، غير دي سياسه عدم الالتزام. دي سياسه عدم الالتزام. يا اما ضغط عصبي جوزك موترك. فالبعد عن التوتر اللي هو الجوز، والبعد عن الوالدين اللي هم بينفخوا البطن، والبعد عن الجينات لان الجينات برضو بتضايق. الجينات كلها تضايق. ف ما هو صمام وصمم في الصميم يعمل له لفته. اعمل له ايه؟ صمام بقى. انا اعمل عقلي بعقل صمام؟ ده اي ميكانيكي يصلح الصمام ده وخلاص. يبقى يا وراثه يا مرض كولاجيني يا ضغط عصبي. لكن البعيده مفجوعه لا سمح الله ما حصلش. يعني بتاكل فرخه في اليوم وبيض ومش عايزه تنهج بديك ابوها. معروفه يا باشا. يعني الهانم بتفطر نص فرخه مشويه عشان الزيوت. يعني ايه؟ يعني عشان الزيوت. عارف الزيوت؟
يقول لك الزيوت. انا باكل القهوه دي كافينيتد، والبيبسي بشربه دايت، ممنوع الاسبرتام، وبشرب طبعا سكر ساتيفيا. انا مش عارفه انا بدخل ليه يا دكتور؟ مش عارف. انا ما باكلش سكريات خالص، انا ما باكلش سكريات. كلمه بتنزل عليا بتسلك صدري. اما حد يقول لي سكريات، انا مانع السكر. انا بفهم على طول بقى، دماغي بتشتغل. هي البيتزا بالنسبه له مش مضره لان ما فيهاش سكر. هو علموه ان كل الحاجه طعمها سكر مضر، فطلع من عندك بقى دماغ فرخه. دماغه فرخه بالنهار وخياره بالليل. يعني الصبح دماغه فرخه كاك كاك ويعمل لك كده، ومرقوش مرقوش مرقوش. بالليل بقى يقلب خياره، بالليل يقلب الخياره راقصه، تلاقي راسه بقت عملت كده، راسه سايبه، وبيلبس بتاع كده قدام التلفزيون، يلبس قدام التلفزيون بتاع على رقبته وخياره. والصبح وزه بقى شغال كده، فاهم؟ انه ما سبب الوفاه؟ سكر عالي. ديكي ايه؟ حموضه في الدم واسيتون. عملوا ايه؟ معرفش، بس هو دول اللي موتوه. اذا كان عاجب اللي خلفتك، مش عاجبك شد في حواجبك يا باشا. انا عندي راي تاني. لا، بكره تسلم العهده وتمشي تورينا عرض كتافك بس. ماشي. في صوت طلع بقى ساعه اللقطه دي لما انا قلت لا. شدوني بقى بره. تصفيق حاد. الاير امبوليزم، جلطه او الصمه الهوائيه، حقنه الهواء، خطيره يا باشا. دي خطيره، اوعى تنساها. الاير امبوليزم دي الصمه الرئويه، قاتله 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 قاتله. الكلمه الاخيره اللي احب اقولها لكل احبائي بالزاف: ايوه حبيبي ديك ابوها. ايوه حبيبي ديك ابوها، واكله 7 فرخات تقول لك انا معمول لي عمل. العمل مرشوش حضرتك. طب في مأكول حضرتك انت واكله في صدر فرخه زانق في مراوحك تحت هنا، ونافخ قولونك كده، وصدرك مش قادره تنفسي، وشعرك بيقع. حضرتك انت خلصانه ايه؟ انت مش عايزه عمل يعني. الكرش يا باشا مش دهون. الكرش عضلات مفتوقه واعضاء واحشاء متضخمه، كبد وبنكرياس وطحال وبروستاتا واورتو كافال كومبريشن. الضغط على الاورطه، الضغط على الوريد الاجوف، الدم لا عارف يتضغط ولا عارف يرجع. انت وقفته اوف سايد، وقفت الدم اوف سايد. ضعف. اصل لما حد يقول لك انا هشفط دهون، طب وبالنسبه لامعائك المتدليه اللي طالعه بره بطنك، اللي لو رجعناها تاني هتموت، هتتخنق. عشان كده يقول لك ايه؟ اللي عندها فتق سري وكبير جهز لها سر رعايه، لانها هتحتاج فنتليتر، هتحتاج جهاز تنفس صناعي بعد ما نرد الفتق مكانه يا باشا. طب انا لو رجعت الصمام المترالي بطريقه ما دلوقتي ورجعته سليم اموت، ولو قفلت الحجاب الحاجز اموت، ولو قفلت الفتق السري دلوقتي اموت، عشان بطني تحتيها منفوخه. والراجل ابو بطن منفوخه ما يحزقش، وابو عضلات جامده بتاع الحديد ما يحزقش، لان عضلاته قويه فمش عارفه تتنفخ لبره، فالويندو فلق مننا، فالمترالي هيقع باسرع والحجاب الحاجز يقع اسرع. لمين؟ لصاحب البطن الحديديه. يقول لك انا لعبت 6 باكس النهارده والصبح حزق مات، بس مات وجسمه رياضي. بص اسهل من كده، تصلح بطنك، تصلح قولونك، تستقيم دورة دمويتك، تستجيب هرموناتك. ما انت خلي بالك لما بتاكل اكل زباله بيطلع هيستامين كتير وبيطلع انسولين كتير وبيطلع، انت فاهم؟ تيجي في الاخر انت تسيب بقى الهرمونات والانسدادات المعويه اللي حصلت، وتنسى الضغط اللي في البطن وضغط القلب اللي بيحزق والمترالي اللي عمال يتقطع. انت فاهم ازاي؟ يعني الكلام ده كله تنساه وتفتكر السكر. يا له من عبط. يا اخي انت اتبعت الغرب، حتى العجم حتى لو دخلوا جحر ضب فدخلت وراءهم. هم اغبياء بيلعبوا في الهيش.
زارعين لك طحالب في اقاصي جبال القلب على الشمال، زارعين لك هناك 50 فدان، بنزرع لك فيه توت بري. ليه ما بتسمعش الكلام وبتاخد ميتين التوت البري ده؟ فاهم؟ يعني ليه ما بتسمعش الكلام وبتاكل التوت البري اللي انا كتبته لك؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ ليه يا حبيبي؟ كل خروج اي حاجه من جسمك محتاجه قبلها ضغط عالي. ركز معايا. يعني المخاض ضغط بيعلى في البطن فالجسم بيطرد البيبي. الخراج ضغط عالي في القطاع فطرد الصديد. انت فاهم؟ دايما الحاجه اللي بتطرد من الجسم لازم تطرد بضغط عالي. انت فاهم؟ اتفتح نزيف شريان هتلاقيه بينطر الدم، بيبخ الدم، زي سيدنا سعد بن معاذ اما في الغزوه اما خد السهم وقعد ينزف، ويوميها رضي الله عنه وارضاه ما كانش في مكان لخطوه، كل الملائكه كانت ساجده وقاعده يوم استشهاد ويوم وفاه سيدنا سعد بن معاذ. فالضغط دايما بيكون عالي. القصف عند الرجاله ساعه الجماع، القصف لازم يحصل ضغط عالي جدا داخل القضيب عشان يحصل قصف للحيوانات المنويه. يبقى القصف دايما انت جسم صاحب ضغط اعلى من اللي حواليك. فاهم؟ عشان كده لو فتحنا عندك هنا حاجه تفرقع، ولو طلعت تحت في ضغط واطي قوي فوق يعني طلعت في السماء في السحاب تحت ضغط واطي قوي تفرقع. عشان كده الكابينه او الطياره حافظاها جوه الضغط بتاعك شبه الضغط اللي طلعت بيه. ولو نزلت تحت الميه في ضغط عالي قوي تفعصك. يعني الميه تفعصك والضغط الواطي تفرقع منه. فانت الضغط انت جسم محشي جوه كاوتش، فضغط جوه عندك اعلى من اللي بره، عشان انت جوه عندك فيه سائل، فالسائل ضاغط على الصلب فعامل لك ضغط داخلي. عندك نسيج بيني، عامل ضغط. النسيج البيني لا مش متعوره، ده مليانه بتاع اسمه ايه ده من الكتابه. عامل نسيج بيني، النسيج البيني ليه ضغط، الضغط بتاعه بيتحكم في صرف الفضلات وادخال المؤن. لو الضغط ده عالي قوي بقفل الشريانات واقفل الوريدات، فبالتالي رجوع الدم يقل ودخول الدم عندي يقل، الترويه عندي بتنعدم بعض الاوقات، فيحصل عندي شيخوخه في النسيج، شيخوخه في العظم ولين عظام تحصل، يحصل شيخوخه في العضلات وتليفات تحصل، تليفات في القضيب تحصل، تليفات في العظم تحصل، تليفات في نخاع العظم يحصل، تليفات في المفصلات تحصل، تليفات في الظهر تحصل، تليفات في الجلد وتصلب في الجلد يحصل، تليفات في الكبد، تليف كبد يحصل، تليفات في الرئه وتليف رئه تحصل، تليف في الدماغ يعمل الزهايمر، تليف يعمل MS في الالياف نفسها يعمل MS. اعتقد الصوره بقت شكلها واضح. ضعف ترويه عام، ضعف ترويه عام، والاصل فيه واحد وجروك في كل السكك انت بقى. يبقى معنى كده ان الاجابه كانت واضحه من البدايه. انت بعدت عن ده كله ودورت على حدوته تانية. سكر لوحده بتعالجه، وسكر ايه ده؟ انا عليت السكر عشان الدم قليل، بس بيبقى قليل وفقير. يعني السكر بتاعي انا عبيت سكر وعبيت اسيتون وعبيت LDL و HDL والبومين عشان انا بغذي، فيبقى الربع لتر فيهم غذاء لتر. يعني دماغك بتاخد لتر في الدقيقه، لا يا باشا ما ينفعش، هنديها ربع، يبقى الربع يتعبى. يبقى الربع ايه؟ يتعبى. ومين المصنع؟ الكبد. ومين المصنع التاني؟ الخلايا المعويه. اشتغل، انتج، صدر. بس بشكركم على حسن الاستماع، وبتمنى تكون النهارده الحلقه كانت اجابات لشويه اسئله كانت عندكم. حبيت
ضعف الترويه العام ده اصلا ثابت، غير جوع الخلايا من السكر. ما هو انا بدي انسولين او باكل اكل يحفز الانسولين. فدايما ايه، عندي كبد دهني، عندي تحويش دهون في الامعاء فاسمها دهون حشويه، عندي دهون تحت الجلد، عندي شيخوخه في المفصلات، فانا عندي دهون ومفصلات تعبانه، زائد بروتينات متاكله، كولاجين مدلدلي، ودهون عماله تتراكم، يبقى دهون عماله تتراكم وبروتين كولاجين والاستين عمال يتقطع، فانا عمال ارهرط واتفتح واعمل سيليولي واعمل ستريتش ماركس. ده الستات اهي، ما انا عمال افصل فيقول لها شفت انت عندك ايه، غضاريفك وستريتش ماركس وتلون في الجلد وارتخاء مترالي، يبقى انت مرض كولاجيني على طول كده. اجابه سهله جدا. اجابه ايه؟ سهله جدا. يعني انت يا مدام عندك يعني ركبك بتوجعك، وعندك قولونك تعبان، وعندك فتق في الحجاب الحاجز، وعندك ارتجاع مترالي، يبقى حضرتك عندك ايه؟ يبقى انت عندك ما عندكيش حاجه غير مرض كولاجيني او مرض وراثي. ولازم تتعالجي بايه؟ تتعالجي تشربي شيح على الريق والحميه، وتعملي حميه وتطلعي تجري في الحر. حميه حميه اللهاليط، امشي على حميه اللهاليط، لقيمات، كل لقيمات 6 مرات في اليوم، وتشربي جليط، وتختمي بالاشواجندا بالزاف. بالليل تاخدي اشواجندا بالزاف. جامد اشواجندا، جامد 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 جامد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.